هنعمل كريب. معانا 4 كوبايات دقيق، ومعلقة سكر كبيرة، ومعلقة ملح صغيرة، و3 معالق زيت، ومعايا لتر مية، بس مش هنحتاجه كله، حسب ما الدقيق محتاج معانا. هننزل بكل المكونات ديتي في الخلاط، وبضربه في الخلاط، وبنزل بالمية واحدة واحدة لغاية ما يديني القوام لو تقيل أوي ولا خفيف أوي زي عجينة القطايف كده، زي ما انتوا شايفين القوام كده بالظبط. لو تقيل أوي ولا خفيف أوي طبعا بصفيه الأول عشان لو في أي تكتلات، وبعد كده بعبيه في الشفشق دوتي بتاع القطايف وبتاع الزلابية. هنجيب قلاية على النار، القلاية بتاعة الكريب، ومسحة بسيطة كده من الزيت، وهنزل عليها بالخليط بتاعي اللي انا عاملاه، وهقلب القلاية كده علشان الخليط يتفرد معانا. ولو ما ظبطش بظبطه بالعصاية بتاعة الكريب. الكمية دي عملت لي 10 كريبات. مجرد سطح العجينة بتاعتي ما يبدأ ينشف معايا من السوائل، بقوم اقلبه على الجنب التاني، وبعد كده بقوم اشيله بطلعه على فوطة نضيفة، وبكرر نفس الكمية لغاية ما اخلص الكمية بتاعتي. طبعا بقى بتحشو بقى بانيه، ستريبس، كفتة، اي حاجة. عجينة سهلة وبسيطة مفيش فيها اي حاجة خالص. ويلا يا حبايب قلبي، حطوا اللايك الجميل بتاعكم، واللي ما اشتركش في القناة بتاعتي يشترك. يوميات نسرين يوسف على اليوتيوب. وشكرا لكم. اهم حاجة ان انتوا تطلعوا على فوطة نضيفة وتغطوه، لازم يتغطى عشان العجينة تفضل طرية معايا. وبكده ده عاش الكريب جاهز معانا اهوتي. ما شاء الله سهل وبسيط، وانا ما بحطش فيه بيض على فكرة، بعمله من غير بيض. جربوه هيعجبكم. وشكرا لكم.